السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين ودي قناتي. ان شاء الله النهارده هنعمل مكرونه الفول الاخضر بالرز المصري. هنا سخنت حله، بدات ضفت لها 4 معالق كبيره من الزيت وبصلتين مفرومين خشن، بدات احمرهم. بعد كده ضفت لهم كوبايه من الفول الاخضر متفرز، وهنا الفول كان طري. ضفت لهم معلقه كبيره من الكزبره ومعلقه صغيره من الكمون. هنا بدات اشوحهم. طبعا في الخطوه دي لو الفول مش طري ومش متفرز بيبقى له معامله تانية، خطوات تانية. هنا ضفت له الرز وبدات اشوح. وفي فرق ما بين تحمير البصل وما بين ان احنا نحرقه هيمرر. هنا بدات اشوحه ومعايا كوبايتين من الميه المغليه بدات ضفتهم، وهضيف معلقه صغيره من الملح. هنا مجرد الرز ما بيتشرب بهدي عليه النار واسيبه لحد ما يستوي. هنا قدمته بالطريقه التقليديه. وهنا عملت سلطه وبتنجان وبصل اخضر ومخلل ومعاهم بطاطس محمره. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.